بزاف منا يخدموا يتعبوا ويديروا كامل الأسباب باش يرزقهم ربي، بصح يحسوا باللي البركة قليلة وكاين بيبان دايما مبلعين. على بالكم كاين سبب كبير للرزق والناس راها غافلة عليه وبالك راها تهرب منه. اليوم في بلا أقنعة راح نحكيو على صلة الرحم، بصح ماشي كما تعرفوها وماشي كواجب ثقيل، بصح كمفتاح اللي يفتح أبواب الرزق اللي كانت محبوسة. خليكم معايا للنهاية تستفادوا وببساطة وبلا تكسر الراس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. بزاف منا في هذا الوقت رانا نحوسوا على الراحة والطمأنينة. كاين اللي يروح لليوغا، كاين اللي يقرأ كتب تنمية بشرية، وكاين اللي يحب ينعزل على الناس. بصح اسكو فكرنا باللي كاين واحد الخيط خفيف وخفي يربطنا بالأرض وبالبركة؟ هذا الخيط هو صلة الرحم. بزاف ناس عندهم قطيعة مع أهلهم، اللي مع أخوه، اللي مع بواه، اللي مع خاله، اللي مع عمه، ويحسوا باللي كاين حاجة ناقصة في حياتهم، بصح ما يعرفوش باللي هذاك هو الوجع نتاع الجذور اللي راها مقطوعة في حياته. في بلا أقنعة نحب نشوفوا للأمور بوعي. صلة الرحم ماشي معناها هدر روحك ولا تسمح للناس يأذيوك. الوعي يقول لنا باللي الرحم هو المختبر الأول اللي يعلمنا كيفاش نتعاملوا مع الناس. هادوك الأقارب اللي جينا التعامل معهم صعيب هما في الحقيقة مراية لينا، يعلمونا الصبر، يعلمونا كيفاش نحطوا الحدود، ويعلمونا نسامحوا، ماشي على جالهم بصح على جال النقاوة تاع قلوبنا حنا. على بالي راكم تقولوا في قلبكم بصح كاين أقارب سامين، كاين اللي يدخلوا، كاين اللي يوجعوا. عندكم الحق، وهنا يجي الدور نتاع الذكاء العاطفي. الصلة عندها درجات، كاين اللي نوصله بزيارة، وكاين اللي نوصله بتليفون، وكاين اللي نوصلوهم من بعيد لبعيد بدعوة خير وصاي. المهم ما نقطعوش الخيط نهائيا، خليو دايما الباب موارب للرحمة باش البركة ما تروحش من دياركم. وكاين نقطة بزاف مهمة وعلى بالي بزاف منكم راها الدور في بالهم ولا في راسهم. كاين اللي يقول لي لو كان انا اللي نروح ونبادر ونزورهم دوك يبقاو يشوفوا فيا دليل، يقولوا باللي راني نضلق لهم ولا نجري موراهم. شوفوا، لازم تفرقوا بين الذل والنبل. كاين انسان دليل وكاين انسان نبيل. الشخص القوي هو اللي يبادر على خاطر راه يخدم ربي، ماشي يخدم الانسان، يخدم الاخره تاعه وراحة باله، ماشي باش يستنى منهم هما يصفقوا له ولا يعترفوا له. باسكو الانسان والعربي بطبعه لو كان تشوي له الشحمه على ضفرانك ما يعترفش. الانسان كي يتعامل مع الله. الذل هو كي تسمح لواحد يهينك وتسكت. من نبل هو كي تترفع على هذوك الصغائر، تخلي قدرك عالي بصمتك وبأخلاقك. وتفكروا باللي الواصل في صلة الرحم ماشي هو اللي يرد زيارة بالزيارة، نو. الواصل هو اللي كي تتقطع من جهتهم هو اللي يخلي خيط الرحمة موصول. انتي ولا انت راك تدير فيها من موقع قوة ونضج، ماشي من موقع ضعف. القوي هو اللي يمد والضعيف هو اللي يستنى المقابل. المبادرة بصلة الرحم هي رقي في الأخلاق، ماشي ضعف في الشخصية. هادي باش نصحوا هاد المفاهيم. واسم هي الثمار نتاع صلة الرحم. دايما ربي كي نديرو حاجة تاع خير يجازينا بحاجة خير منها. والرسول عليه الصلاة والسلام قالنا بلي صلة الرحم تزيد في الرزق وتطول في العمر وحتى نفسيا. اللي يكون متصل بجذوره يحس بواحد الثقل والهيبة في شخصيته.
ما يحسها غير اللي يعرفها ولا اللي مجربها، يحس باللي راه مسنود، عنده سند، كما يقولوا إخواننا المصريين يحس عنده ظهر. كي تحسن الواحد من أهلك راك تزرع بذرة تاع خير، ربي راح يرجعها لك، يرجع لك ما خير منها في ولادك، في صحتك، وحتى في راحة بالك وانت راقد. بصح مع كامل هذا كاين حالات لازم نحطو فيها النقاط على الحروف، على خاطر كاين ناس تأداو بزاف، كاين اللي تسب في شرفه، وكاين اللي نظلم ببهتان، كاين اللي وصل به الأذى للسحر والعياذ بالله من أقرب الناس ليه. هنا الدين وحتى الوعي تاعنا يقول لنا لا ضرر ولا ضرار، ربي ما أمرناش باش نكونوا ضحايا ولا نرميو رواحنا للتهلكة. في هاد الحالات صلة الرحم كيفاش تكون؟ هاد الحالات تولي صلة الرحم بكف الأذى، هذا ما كان، يعني انت ما ما تأذيهمش، ما تردش الشر بالشر وتخلي قلبك بيض، ما تفسخاش بالكره تاع ناس ما يستاهلوش اصلا. الصلة هنا تكون بالقطيعة النفسية مع السلام الداخلي، معناها تباعد عليهم، تبعد قد اللي تقدر، تبعد تماما باش تحمي روحك وصحتك، ما تحقدش عليهم باش ما تسممش نفسك وحياتك وهدوءك النفسي. والحاجة الوحيدة اللي ديرها باش تداويك وتطمن قلبك هي الدعاء ليهم بالهداية بعيد لبعيد، على خاطر ربي ما راحش يحاسبك إلا ما زرتش اللي سحرك ولا ظلمك ولا قذفك، على خاطر حفظ النفس في ديننا أولوية. الصلة هنا تولي بكلمات حسبي الله ونعم الوكيل، وتترفع على مستواهم الدنيء وتعيش حياتك بسلام، هذا ما كان. وفي الأخير حابة نقول لكم بداو بحاجة صغيرة، ميساج فيه تفكرتك بالخير، ورانا في رمضان، غير كلمة صحة فطورك ولا صحة سحورك تكفي بزاف. هاد الكلمة قادرة تفتح بيبان كانت مبلعة هادي سنين. هادي كانت جلستي مع كاساتي معاكم بلا أقنعة. قولوا لي في التعليقات واسم هي أكتر حاجة تجيكم صعيبة في صلة الرحم، قولوا لي هل قدرتوا تسامحوا ولا مازال. راني نستنى نقرا حكاياتكم. تهلاو في راسكم وتقبل الله منا ومنكم صحة سحوركم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.